يا مساء الفل، يا مساء الجمال، ويلا بينا نبدأ يوم جديد وفيديو جديد وفي أكلة جديدة 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 جديدة. أول مرة في حياتي أعملها معايا ومعاكم، بجد والله العظيم. ايه هي الأكلة دي يا أختي بقى؟ ايه هي بقى الأكلة دي يا أختي؟ يا أختي النهاردة هنعمل فضلة خيرك. أقول لك هنعمل ايه يا أختي؟ هنعمل أرنب. أول مرة في حياتي أعمل أرنب. فيلا بينا نشوف طريقة الأرنوبي بتاعنا هنعمل فيه ايه. الأرنوبي ده يا ستي عملت فيه ايه اليوم اللي جالي فيه يعني. ماشي. غسلته غسلة حلوة بملح كتير، وعملت له منقوع، نقعته فيه لمدة يومين. ماشي. يعني زي ما عرفت بقى يعني ايه، يعني قولوا لي بقى بتعملوه ازاي لو انتوا بتاكلوا الأرنب يعني. خلاص فرحت عملته كده في منقوع، سكر وملح، وسبته لمدة يومين في التلاجة. تمام. وبعد كده رحت مطلعاه، يعني غسلته غسلة حلوة ونقعته ساعتين تاني في مية كده عادية. خلاص. عشان اعرف بقى يعني ايه. يعني انا سامعة ان هو بيقولوا بيبقى لحمه زفر، معرفش اذا كان صح ولا لا. انا اول مرة في حياتي اعمل ارنوبة. خلاص كده. فالمهم زي ما انتوا شايفين، رحت مشوحاه في معلقة سمنة ورشة ملح، وبعد كده قعدت سبته لحد ما تشوح. وبعد كده نزلت ببصلايه وجزرايه. خلاص. وحطيت ميه في الكاتل تغلي، رحت نازله بيه كده على البوتاجاز وهسيبه بقى يستوي. هو عم اظن خد سوا شويه، يعني عايزه اقول لكم يعني مش زي الفراخ البيضه. ما اعرفش يعني، انا حسيت ان هو خد سوا شويه. خلاص كده بس ما كشش، يعني زي ما هو مستهيألي. طيب انا عندي عيال بياكلوا ارانب، لا ما بياكلوش ارانب. عايزه اقول لكم لولو فرحانه بسبب الارنب ده. تقول لك بياكلوا ارنب؟ يا لهوي تعمل لبابا ازاي؟ اوعى تاكل ارنب لا. فالمهم كده عشان هم مش بياكلوا ارنب، ماشي، او الارانب. بس اصل موقف الارانب ده يضحك جدا. خلاص يعني انا مريت باليوم مع عيالي تحفه. فالمهم ايه، تاكلي إيه يا لوفي؟ قالت لي ارجوكي ارجوكي نفسي اكل كشري، انا بجد نفسي في الكشري. قلت لها كشري ايه بس يا لوفي؟ كل اطلبي اي حاجه تاني. قالت لي لا انا عايزه كشري. طبعا يعني هيمشي على البيت كله ان هو ياكل كشري يعني، وانا من ضمن الناس كلت كشري. خلاص عملنا كشري، بس هنعمل بقى مش عايزين زروطة مواعين، لان يعني اكلتين في يوم واحد يخبطوا في الراس، يعني ضربتين في الراس مرة واحدة، ككركبة في المطبخ يعني. بس هي بسيطة يعني، انا الصينية اللي سلقت فيها وحمرت فيها واحدة، وحلت بس الملوخية زي ما انتوا هتشوفوا. فالمهم ايه، برضو كان نفس الاكله التانية في حلتين فقط لا غير. ازاي بقى اقول لكم. طلعت ولا عصرت طماطم ولا عملت اي حاجه، كل اللي انا عملته يا ستي خرطت بصلتين. وهنا بقى كنت جايبه نص كيلو ملوخيه، وعشان انا عارفه ان محدش هياكل من الملوخيه والارنوب ده، فقرطفت نص الملوخيه كله ورحت غسلاه. زي ما انتوا شايفين انا بوريكم كده ايه، لازم تسيبوا الورده دي. ماشي، لازم تسيبوها لازم تسيبوها. طبعا هتوديكوا الملوخيه في حته تانية، هتاخدي الورقه بس مش هتاخدي نتيجه ملوخيه حلوه خالص. خلاص كده يعني، طوعيني جربي بس انت كده. فالمهم غسلتهم ورحت واخده منهم كده حافنه كده حافنه كده، على قد طبق. عايزه اقول لكم صدقوني، شفت الحبه اللي انا خدتهم دول، يعني ما يجوش حتى ربع كيلو. هتشوفوا هيعملوا معانا كميه ملوخيه قد ايه. وهنا بقى الحله اللي انا هعمل فيها الكشري، هعمل حله واحده. فروحت كده جايبه البصله ورحت محمراها في نفس الحله. ما تقلقوش خالص من البصل اللي انتوا هتسيبوه في الحله ده، هيديكوا نتيجه كويسه، بس اسمعوا كلامي. وهنا بقى خدت كده كوبايه وشويه من الشعريه، احس ان هما شويه، اروح واخده حبه كمان. انا حطيت كوبايه اللي هي الكوبايه المعلقه بتاعت المنظم بتاع او البرطمان بتاع الحاجات دي، مش مهم، خلي ركزوا بس. فالمهم الصلصه بقى كده حطيتها على البوتاجاز، حطيت فيها بقى ولا طشيت طشه ولا عملت اي حاجه. رحت مطلعه كيس الصلصه كده فك، حطيته على البوتاجاز، ورحت بقى محيقاه بقى كمون كزبره ناشفه، ملح. ورحت بعد كده وحطيت توم ني، يعني ولا حمرت ولا اي حاجه، رحت حاطه كده ايه نص معلقه وربع معلقه توم كده، وحطيت حبه زيت، وسيبهم بقى ياخدوا ويدوا مع بعض بايه، زي ما هم عايزين. هنا بعد ما حمرت البصلايه رحت نازله بالشعريه، واول ما لقيتها خدت لون رحت حاطه ايه مكعب مرقه الخضار، هيديكوا طعم حلو جدا. خلاص كده، مش عايزين تضيفوه براحتكم ما تضيفوش. خلاص. وهنا بقى كنت غاسله الرز مجهزاه. بصوا يعني من غير كركبه، شفتوا انتوا بقى تعملوا كشري من غير اي مواعين، بس في حله تالته يعني عشان نبقى صادقين، الحله اللي انا سلقت فيها حبه ايه عدس بجبه. وفيكي لو انت ناويه ان انت تعملي كشري من الصبح، بس طبعا احنا خدنا المشوره دي واحنا ماشيين في الشارع جاي من المدرسه، كان على اخر لحظه. ممكن تنقعي العدس كده من الصبح لحد ما تيجي تعملي كشري وتستخدميه من غير
سليق، ده توفير يعني. فالمهم كده جبت مكرونه برضك، ولا سلقنا ولا اي حاجه، حطيت كده حبه في الطبق ورحت نازله بيهم فين؟ على الخليط بتاعنا دوت، اللي هو الرز والشعريه والكلام ده كله، وقلبي تقلبتين. هيبقى فاضل معاكي ايه؟ مكونين كمان. هتضيفي مكرونه سباكيت حسب ما تحبي، ممكن تكتري بس مكرونه صغيره وكفايه، بس احنا عايزين نعمل الكشري بتاعنا كامل متكامل. ماشي ماشي، خلاص. وهنا رحت نازله بورقتين من اللوري، برضك عايزه تضيفيهم ضيفيهم، مش عايزه تضيفيهم براحتك. خلاص كده، خلاص كده، انا بديكوا اختيارات، ها، اختيارات، بس عايزه اقول لكم على حاجه، جربوا 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 الطريقه بتاعتي يا اختي، هتعجبكم. وهنا بقى ظبطي الملح، والملح ده ابن لذينه ومش هجيبه تاني ابدا. لا يا شيخه، حلو نضيف جدا، بس هو بملحه جدا، خلي بالكم منه، لان انا لسه مشتريه وهوريكم في المشتريات ان شاء الله لما اجي اوريكم المشتريات، لان انا عندي في المشتريات. بس انا خدت عهد ان انا بقى ايه يعني، نظبط ايدينا في الملح شويه. وهنا بقى رحت ايه، حاطه حبه بهارات من اللي هي ال11 بهار دي، حبه صغنطين كده بيدوكي ايه طعم تاني. ورحت نازله بالعدس اللي هو ايه بالميته، طبعا احنا غاسلينه غسله حلوه جدا جدا. ورحت نازله بالميه بتاعته في الايه في الكشري بتاعنا، والميه عندنا مغليه كده، عشان طبعا المكرونه كلها نيه، فمش هنحط مكرونه بقى بارده، مكرونه بارده مين؟ يا لهوي يعني يما. ميه بارده والايه والمكرونه تعجن، لازم الميه تكون مغليه. تمام تمام. مالكمش دعوه بقى ان انا مش مركزه، ركزوا انتوا. خلاص كده، خلاص كده. اضيف بقى الحياء بتاعه كده، تمام زي الفل. سيبه بقى اول ما يغلي واروح موطيه عليه خالص. تمام، 5 دقايق وتعالي بصي عليه كده، تشرب معايا الميه. لقيت الدنيا لسه مش مستويه حلو، اروح ايه مزوده حبه ميه من الكتل. خلاص، هنا بقى الجوله التانية. لسه رايحه بقى اقلب كده، بصوا مفرهد كده ولا معجن ولا اي حاجه. عايزه اقول لكم في نص ساعه لو دخلتوا المطبخ، شايفين عامل ازاي مفرهد ازاي؟ بصوا، خطير طبعا المكرونه يعني خطيره، طبعا انا اكلتها. عايزه اقول لكم هتخشوا المطبخ تعملوا حله كشري، يعني هتعملوا وليمه كشري في نص ساعه والله العظيم، بسبب ان انتوا تعملوا الحاجه كلها في حله واحده. بعد كده رحت محمره لهم عيش توست، لان كان طلبها برضو ان انت تعملي عيش توست، فانا ما كترتش. خلاص كده، خلاص كده، رحت جايباهم كده وقليهم في زيت، حبه زيت لوحديهم، معلش طبعا في الحله اللي هي بتاعه الايه اللي انا اعمل فيها الكشري، رحت قليتهم في حله تاني بزيت نضيف تاني. تمام، بس لو انا بعمل البصله لوحديها في صينيه، بروح ايه عاملاهم ورا البصله. خلاص كده، خلاص كده. هنا طبعا كان ارنبنا كده استوى، وكنت خلاص بقى بفنش في الاكل. رحت غاسله الصينيه تاني، ورحت ايه يعني منها لدروشه المواعين، ماشي الكركبه اللي بتحصل دي. ورحت كده مصفيه الارنوب من الشوربه، ورحت واخداه كده ايه، حاطه له معلقه سمنه، ونديله تشويحه كده حلوه كمان. تمام تمام تمام. مين؟ بالكبده بتاعته بقى، بكبداته بقنصاته وكل حاجه. لا صدقوا مفيهوش قنصه، عارفين لقيت فيه ايه؟ عارفين الارنوب من جوه فيه ايه؟ مفيهوش ولا قنصه ولا قنصه ولا ايه تاني. لا هي القنصه بس اللي مش فيه والله العظيم. طبعا انا خرطت الملوخيه في انتوا عارفين بيبقى عامل زي ايه، زي المعزه والخروف والكلام ده، والجاموسه كمان. في بدل القنصه في فشه، بس دي انا رميتها بصراحه، قلت خليك كده، بس انا ما اكلتش منها اساسا. بس الكبده بتاعته مش ناعمه زي كبده الفرخه، كبدته خشنه كده محببه، كاني كبده خروف. مش عارفه، كلتوا ارنب قبل كده؟ لو كلتوا ارنب قولوا لي، ولو لو بتاكلوه وبتعملوه بنفس الطريقه دي قولوا لي برضو انا عملته صح ولا غلط. هو عم اظن ملوش طريقه غير ان هو يتسلق ويتحمر بصراحه، يعني انا عارفين انا كنت زمان 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 عمي كان بياكل ارانب، كلت منها مره، بس كنت صغنططه بقى يعني. لكن أنا اول مره في حياتي بصراحه اعمل ارنب واكل ارنب. فهنا بقى خلينا في الملوخيه بقى، سيبنا من الارنب. هنا بقى حمرت الثوم معلقه سمنه، ورحت نازله بحبه كزبره كده ناشفين. عايزه اقول لكم الملوخيه كان طعمها تحفه، بس انا اكلت منها لقمه واحده، دقت طعمها، لان بيقولوا ملوخيه الارانب رهيبه. هي فعلا كان طعمها جميل. مش عارفه بقى السر في الملوخيه ولا شوربه الارنب، كان طعمها تحفه. شايفين انا خرطت حبه قد ايه؟ شايفين طلعوا معايا كميه ملوخيه بجد رهيبه، لانك انت سايبه الورده بتاعت العرق الملوخيه. نصيحه بقى هنا بقى، تعالوا نجهز بقى ونحط الملوخيه بتاعتنا كده ايه، ندلعها كده في طاجن. وعايزه اقول لكم كانت فعلا رهيبه، اللي دي كانت سخنه جدا. بس الملوخيه شايفين القوام بتاعها، يا لهوي يا ناس، ايه ده بجد كانت جميله.
صوت تحفة. يعني عبينا الطاجن الصغنطوط ده وفيه اكتر من الطاجن الصغير ده وحبة كمان. كده خلصت معانا الاكلة اللي هي الارنوب والملوخية. نركنها على جنب علشان نشوف الاكلة التانية اخبارها ايه. خلاص احنا كده يعني بنفنش الاكل وبنغرف بقى يعني. بصوا حلقة الكشري محترم. انتوا عاملين عزومة يعني بصوا الكشري تحفة. وهنا كده يعتبر انا خلصت كل حاجة وعملت لهم دقة وعملت لهم شطة وريحة الدقة كانت رهيبة. وحمصنا بقى العيش وكده بقى هنحط الاكل عشان هم جعانين وعمالين يقولوا لي يلا. وبكده خلص معانا الفيديو واشوفكم في فيديو جديد وما تنسوش تقولوا رأيكم في اكل النهارده. طبعا لو ما عندكيش حد بياكل ارانب وعندك حد بياكل ارانب حاولي ان انت تعملي اكله تانية وما يعني ايه ما تزعليش حد. طلبوا منك اكله اعمليها بس لو طلبوا منك كشري اعمليه في حله واحده وراحت دماغك. كده اقول لكم باي مستنيه رايكم على ارنوب. مع السلامه.